مجددا نلتقيكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج برستيج. ضيف حلقة اليوم عمل مصورا حربيا في الثمانينات وبمعجزة نجا من الحرب، عاد إلى كلية الفنون الجميلة ليصبح أستاذا في قسم السينما والتلفزيون. تابعونا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وضيف حلقة اليوم الدكتور متي عبو بولس. أهلا وسهلا بك دكتور. عليكم مرحبا بكم، يا هلا وسهلا، يا مرحبا. الله يخليك دكتور. كيف تصف تمثلات أطياف المجتمع العراقي وخاصة يعني المسيحيين منهم في السينما العراقية، كيف تصف ذلك؟ بالحقيقة يعني الفن السينمائي فن متطور وفن علمي وفن يراد له كوادر أن يعمل في هذا الحقل. نعم. احنا بالأخص بالعراق كان عندنا كوادر مسيحية عملت بالسينما، وللأسف يعني قسم من عندهم غادروا العراق. يعني كان عندنا من مخرجين إلى مدراء تصوير، يعني أذكر يعني أمثال مثلا المخرج راح صاحب حداد، مدير تصوير ويليام دانيال هسه باستراليا. نعم. وكثير من الناس اللي كانوا يعملون في السينما، وانا سبق وان عملت مع قسم من عندهم في هذا المجال كمساعد. يعني عملت مع الاستاذ ويليام دانيال كان مدير تصوير، عملت وياه تقريبا فيلمين في بغداد، كنت مساعد مصور معه، وفي بعض الاحيان كنا نصور في اكثر من كاميرا، فكان يستعين بي بكاميرا ثانيه. كنت اصور الى جانبه بكاميرا ثانيه، اذا المشهد يتطلب اكثر من كاميرا كان يقول لي انه المسؤوليه ان اصور من زاويه اخرى حتى يقدر يسيطر على الوضع. نعم. فحاليا يعني قله نادره يعني من الاخوه المسيحيين اللي بقوا بالعراق واللي يعملون في مجال السينما، اكثرتهم سافروا خارج العراق. نعم. دور المخرجين الفنانين المسيحيين اليوم في نهضة السينما، حدثني عن الأسماء. كارلو هارتيو. نعم. ريكاردو تشوتسف اشتغل فيلم أميم رسام. نعم. و شو اسمه ابراهيم عبد الجليل هو مسيحي ترى، كان مصري بس اشتغل في العراق. نعم. اشتغل في العراق. وكذلك المخرج عندنا في الحمدانية شباب مخرجين يعني ما أذكر أسمائهم، بس لكن سبق وأن عملوا بعض الأفلام اللي اشتركوا في بعض المهرجانات، يعني أفلام وثائقية أو درامي أو فيلم روائي قصير. نعم. اشتركوا في بعض المهرجانات المحلية، وقسم من عندهم طلعوا للخليج. نعم. اشتركوا في أفلامهم. فما تعطوني يعني أسمائهم، لأن أنا صار لي يعني فترة زمنية في بغداد فأنسى أسمائهم، هم بالحمدانية. نعم. نعم. معروف عن المسيحيين أنهم قدرتهم الفذة بصنع الأكلات، وكانت هي أكلات خصوصا متميزة. فما علاقتك يعني بالطعام؟ يعني المسيحيين هم مشهورين في بعض الأكلات اللي موجودة عندهم، وخاصة في سهل نينوى. نعم. وقسم المسيحيين موجودين في بغداد. أكو أكلات يعني هاي الأكلات تتحضر خاصة عندما تكون هناك أعياد، يعني ماكو عيد مثلا عيد القيامة أو عيد تكون أكلات مميزة. أكلات مميزة. يعني هاي أول ما يبدون في حفلة عيد الميلاد لازم كل بيت مسيحي لازم يسوي حضر باكر. نعم. هاي مثل بغلط. بالإضافة إلى الأكلات الأخرى مثلا الدولمة أو الكباب الموصلية. أنت شنو علاقتك بالطعام؟ أنا من هواة الطعام ومن هواة المطبخ. أنا في بعض الأحيان أكون في المطبخ يعني مع المدام، مرات أساعدها في بعض الأكلات شغلات أو بعض الشغلات. عندك أكلة مميزة دامت حضرتك تحبها؟ أنا عندي أكل أنه أنا مهتم بالتسريب لحم. تسريب لحم أنا أسويه أنت حضرتك بالبيت. مثلا طبخة البرغل على لحم غنم أنا أسويه بالبيت. يعني أنا بيدي أسويه. هاي الأكلتين أنا بيدي أسويه، أما البقية لا، أذبها على أم البيت، هي تعملها. زين. حضرتك كنت مصور حربي في الثمانينات. نعم. كيف نجوت من الموت؟ نجوت من الموت أكثر من 300 مرة. أنا أقول لك احنا بعد تخرجنا. نعم. بعد تخرجنا من البكالوريوس، احنا تخرجنا سنة 78 79
خرجت البكالوريوس، فذهبنا عسكريه مشان اكو تعيين. نعم. فمن رحنا مكلفيه، ظلينا سنه بالخدمه، صارت القادسيه فما سرحونا، راسا استمرنا ويا الحرب. نعم. فجماعه الخريجين الفنون كلهم ذبوهم وين؟ ذبوهم على التوجيه السياسي، على المسرح العسكري والتوجيه السياسي، اللي مصور مصور واللي ممثل ممثل. فاحنا كل من واختصاصه يعني. فصرنا احنا وين؟ احنا خريجين اكاديميه، وانا اشتغلت بالتصوير يعني فتره من الزمن، سواء بالكليه او بالمؤسسه. انا كنت اصور بالمؤسسه، يعني هاي المؤسسه ما كان بها غير استوديو 2 بس، لا استوديو 600 لا استوديو 800، كان اكو استوديو 6 فوق بالمؤسسه واستوديو 2 جوا بس. نعم. فاشتغلت كثر من الاعمال، يعني صورت ويا المصورين اللي كانوا بالمؤسسه، يعني بالمؤسسه مثل قاسم يونس، شو اسمه هذا الاخ، نسيت اسمه والله، يعني اسماء يعني. فعملت وياهم اعمال، يعني بعض التمثيليات، بعض الاناشيد انا صورت وياهم. فما صارت القادسيه هاي المعركه انه ما سرحونا، بقينا مستمرين. نعم. فاحنا عسكريين تدرين يعني امورنا امر طبعا انه ناخذ كاميرا ونطلع نصور. اكيد. فرحنا نصور يعني تدري، وجبهه وقتال وبيا موت وبيا حياه. صح، يعني نجوت باعجوبه. يعني كثير من المرات نجوا، في بعض المرات يعني ظلينا تقريبا 12 ساعه والايرانيين فوقنا الى وجه الصبح، الى جو القوات، عرفنا انه اذا حكي دا يحجون حكي عراقي، يلا ابتمنا جماعتنا وطلعنا يعني. اي هاي وحده من وحده من المئات، هاي وحده من المئات. كثير 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 يعني كثير. نعم. زين، استاذ حضرتك اصبحت استاذ في قسم السينما والتلفزيون، شنو اللي حضرتك خرجت به من هاي التجربه خصوصا بالتدريس؟ بالتدريس؟ نعم، يعني تجربه التدريس. انا تعينت في كليه الفنون الجميله عام 86. نعم. كتدريسي في كليه الفنون الجميله في قسم السينما والتلفزيون. نعم. كنا بحدود 9 اساتذه بالبدايه، هسه ما شاء الله حدود 40 50 واحد. نعم. يعني هاي بعدين يعني خلت لك سؤال عن طلابنا اللي درسناهم صاروا ماجستيريه ودكتوراه وتعينوا قسم من عندهم. نعم. وقسم من عندهم جوي من خارج الكليه، يعني من ضمنهم دكتور صباح المساوي، ما كان علينا، كان على السينما والمسرح، بس دخل خدماته بسنه 90 91 اجى يمنا. نعم. يعني ما معنى هذا. زين. فأنا يعني خدمت في هذا القسم تقريبا 38 سنة، يعني خرجت 38 دورة ما شاء الله، بالإضافة إلى الأولية وبالإضافة إلى الماجستير والدكتوراه. الدكتوراه. نعم. يعني أنا ناقشت أكثر من 40 رسالة ماجستير، أكثر من 15 20. أنت سبقتنا بهذا الحكي، هذا يعني السؤال. هواي، يعني من ضمنهم زميلنا الدكتور حسن قاسم السبل المؤسسي، يمكن نعم. شو اسمه وشو اسمه محمد سلام، يمكن اسم من الامناء هو. الدكتور محمد سلام. اي هو كلهم هذول درسنا، احنا طلابنا هذول طلابنا احنا درسناهم. نعم. كلهم متخرجين. دكتور، شاركت بالكثير من المناقشات وخصوصا بالماجستير والدكتوراه. نعم. اختلفت الدراسات السابقه عن الحاليه برايك؟ والله يا ستي انا اقول الشغله، احنا بوقتنا من درسنا الماجستير والدكتوراه درسناها من صدق، يعني صدق دراسه يعني. نعم. يعني انا واحد من الناس، انا كنت من حضرت بالماجستير، انا كنت يوميا 14 ساعه انت تدرس 14 ساعه اللي ما اقوم من ورا الميز، بس فتره الريوق والغداء والعشاء. نعم. واظل للاربعه للخمسه الصبح، يعني تدرين يرى تعبير. اكيد. هسه طلاب مال هالوقت ماكو اللي جونا، يعني هاي الدورات مره 2003. زين. بس يريد ياخذ الشهاده فقط. يابا بس اقرا اتعلم، ما يخالف تاخذ شهاده، بس انت عندك شويه تحصيل علمي شويه. يعني اقدر اقول لك انه الطلاب في المره 2003 مو مثل الطلاب اللي جو اختلفت التدريس. اختلاف، يعني الاعتماد على الغير والاعتماد خارج الكليه على ناس يعني اكو قسم من الطلاب يعني. دكتور، يعني برايك ما كانت هاي الفكره اليوم تشبه الفكره السابقه التدريس؟ شنو؟ يعني المناقشات ما كانت بهاي الطريقه الحاليه اللي حضرتك تتحدث عنها؟ المناقشات يعني احنا شوفي، احنا عندنا المشرف وعندنا الطالب. عندنا المشرف عندنا الطالب، ما دام طالب وراه مشرف نعم. يعني احنا لازم بنظر الاعتبار ناخذ جهد المشرف على الطالب. أكيد. على صح. الطالب. احنا قبل كنا ناقشونا احنا بالماجستير والدكتوراه، يعني سواء المشرف موجود او مو موجود مشرف، لازم ننطي حق المناقشه حقها علميا.
صح. بنقول هذا خطا، هذا خطا. يعني خلي المشرف قاعد، خلي نحسس المشرف، نقول له ترى هذا خطا وهذا صح. يعني هاي من قبل الطالب حضرتك؟ هذه احنا من نناقش الطالب طبعا. نعم. ولو انه المخرج، يعني ولو انه المشرف بالاخير هو راح يحكي ويبرر شغلات، اذا اكو اخطاء لي صارت الاخطاء وشغلات. نعم. هسه احنا ماكو نناقش، يعني اكو بعض الشغلات نعبرها. وبالاضافه الى ذلك انه بالاخير نشوف انه النتيجه مالتنا ننطي الشهاده مالته على حق المناقشه مالته، على حق الدفاع اللي دافعها عن الرساله مالته، ننطي حقه ويمشي الطالب. نعم. حضرتك كنت مقررا للقسم فتره من الفترات. نعم. و يعني اكو اسماء تجي ببالك تقدر تعدد لي من؟ أنا كنت مقرر أنا كنت مقرر بالدراسة الصباحية والمسائية. نعم. أنا صرت مقرر بالقسم لفترة 15 سنة. فترة طويلة يعني. عاصرت أكثر من رئيس قسم. نعم. يعني عاصرت أكثر من 5-6 رؤساء أقسام. وقسم السينما والتلفزيون في كلية فنون جميلة مو مثل هسه. نعم. احنا كان عندنا دراستين صباحية ومسائية. كان عندنا بالصباحي بحدود 400 طالب، وبالمسائي بحدود 450 طالب. كان مجموع القسم الطلاب به 850 طالب. وكان يداوم الصباحي من ساعة ب8:30 يطلع ساعة ب2، يجي ابو المسائي ب3:30 يطلع ب9. حضرتك انت كنت الصباحي والمسائي؟ نعم. يطلع اخر محاضرة بالمسائي ب9:30. نعم. هسه يجي الطالب المسائي يطب ساعة ب2 ساعة ب4 يطلع. شنو السبب برأيك؟ يعني اولا يقول لك انه الحالة الامنية مساعد انه يتاخر، وذول طلاب وطالبات والطلاب مو مثل الطلاب مال قبل. اكيد. الطالب يجي مرات ماكو بس يريد يقضي ويطلع هاي. صح. او يجي يقعد بالساحه ما يطلب محاضره. انت حضرتك قبل شوي قلت انه بس فقط مجرد الشهاده يجي ياخذ. يعني الشهاده بس يعني انا ما اجزم على الكل. قسم من عندهم لا يجيب يعني صح. شو اسمه قوه، يريد ياخذ، يريد يثبت وجوده بالقسم انه انا اخذت الشهاده باستحقاقي. صح. وانا درست ونعرفهم اللي يعني نعرفهم اللي تخرجوا قسم من عندهم ليش صاروا اساتذه بالقسم؟ ليش الغير طلعوا خارج؟ يعني اغلب ما عندهم تعيين. وهذا يعني الطالب اللي يفرض نفسه على شغله معينه يفرض نفسه ان يصير استاذ في معهد او في كليه او في مكان اخر. اكيد صحيح. دكتور، المشاريع اللي تخرج الطلب من عندها يعني ممكن ان تتحول الى مثلا نقول افلام طويله؟ شوفي احنا شو نقول، خلي احكي لك على هذا شوي اطول بها هاي الشغله. اي براحتك. احنا قسم علمي، كليه فنون جميله بها قسم علمي. شنو هو قسم السينما والتلفزيون؟ هذا القسم به 4 اختصاصات مهمه. نعم. بالسيناريو، بالتصوير، بالاخراج، بالمونتاج. بالاضافه الى شيء اخر هو يدرس الدراما ويدرس التكوين، نسميه التكوين الصوري. هذين الاربع اختصاصات بالاضافه الى دروس تكميليه، ياخذ انجليزي، ياخذ عربي، ياخذ تاريخ سينما، ياخذ علوم حاسبات. نعم. بس هي الدروس المهمه هي هاي الاربعه. هذه ال4 سنوات لازم الطالب يمر على كل هاي الدروس، حتى بالاخير هو شلون يخرج اطروحته. بالاخير اذا ما يعرف شنو المونتاج او شنو الاخراج او شنو التصوير، لازم تكون عنده معلومات. صح. فاحنا نجي نبني ويا الطالب، نجلس بصف رابع، تتوزع الطلبه على المشرفين. مثلا انا يجي لي طالب يريد يشتغل العمل مالته. اول ما يلتقي بي اقول له روح جيب لي افكار، ايش عندك؟ شو تريد تشتغل؟ فيلم وثائقي، برنامج، روائي قصير، شو تريد تشتغل؟ نعم. جيب لي افكار حتى تناقش انا وياك، ننظف احد الافكار. صح. حتى تروح تشتغل. فاقعد وياه يجيب لي افكار، نتفق على فكره معينه. بعد ما نتفق على فكره معينه اقول له هاي فكره تفيدها، يقول لي ايه؟ اقول له روح سوي لك السيناريو ادبي عليها وجيب لي اياه وعالجها. يروح يجيب سيناريو ادبي، انا نقعد نعالج القصه. بعد ما نخلص كل هاي الشغلات اقول له روح سوي لي السيناريو التنفيذي على هاي. يروح يسوي السيناريو التنفيذي، يكتب لي على ورق. هذا هو السيناريو. شنو تعريفه؟ هو عباره عن فيلم مكتوب على الورق. فيلم مكتوب على الورق. عليك انت كمخرج انه تحول هذه الكتابه اللي موجوده على هذا الورق الى صوره. صح. حسب مخيلتك ترجمها الى صوره، كل فقره بفقرتها. يجي عاد بعدين يقسم المشاهد مالته، وين عنده خارجي وين عنده داخلي، يحدد مواقع تصوير وين. مواقع التصوير كلش مهمه بالعمل. من يكون موقع حقيقي تصور به انت يكون اكثر مصداقيه واكثر حقيقه للمشاهد. من يكون موقع افتراضي يكون مو مثل الموقع الحقيقي. يعني انا اجيب لك مثال. يعني انا مثلا احد المشاهد مثلا عندي مشهد في مستشفى، ما حصل موافقه
ان يروح يصور في مستشفى، يجي يحصر نفسه في الزاويه بالصاف او في قاعه ويجيب معدات غير مخصصه، ويعلق لك في البطل مع المغذي ويحصر نفسه ما يقدر يتحرك بزاويه واحده هي ما راح تكمل الصوره. فهذه هنا تكون يعني تاثيرها قليل يعني ضعيفه. صحيح. يعني محصور في الوقت اللي يسرع يعني يقدر يصير في مستشفى من ردها وردها ومرضى والناس تروح تجي بالممر، هذا الطبيب يطلع منه يطب هنا، هذا يجيب عربانه مال معوقين، هذا لازم اشعه بيده، هذا يعني كون انه مستشفى، كون انه هاي مستشفى يقدر يحرك بالكاميرا يحدد الزوايا مالته، حركاته، احجام لقطات مالته داخل المستشفى، يبين بانه اكثر تكون واقعيه من المشهد اللي صوره داخل هاي الغرفه وهذا. فاحنا يعني نعلم طلابنا من يريد يشتغل انه يصور العمل مالته، نقول له ايش قد ما تدور انت اوصل للحقيقه، ايش قد ما تقدر اوصل للحقيقه حتى يكون تاثيرها كلش قوي على المشاهد. اكيد. يعني. دكتور انت كنت حضرتك احد رواد مقهى الجماهير، شنو حضرتك اللي تتذكر بتلك الفتره؟ هذه مقهى الجماهير بالكارنتينا، هي تبعد عن الكليه بحدود 200 متر 300 متر. نعم. فاحنا مو نخلص الدوام الصباحي، نخلص الدوام الصباحي الساعه 2. فوين نقضين هاي الساعه ونص؟ احنا 3 ونص كان عندنا دوام مسائي، فما نقدر نطلع نروح للبيت ونرجع، بعيد يعني بيوتنا بعيده، فنروح نقعد هاي الكازينو اللي بالكارنتينا. يعني من كان مثلا اني دكتور كريم السوداني، صباح الموسوي، الله يرحمه دكتور عباس الشلاء ورحيم العراقي فنقعد نلعب دوامنا هاي الساعه ونص زماننا كنا لقمه ونرجع للدوام المسائي. هي هاي الجميل بها بالدوام المسائي. يعني وين نروح ساعه ونص نقعد بالكليه؟ لا، نطلع نتمشى لهاي الكازينو، نقعد نلعب دومنا ونتغدى ونرجع الكليه نداوم مسائي. زين. الدكتور كثير من الطلبه يتذكرون وجودك يعني دائم في مقهى الجماهير، خصوصا المناطق اللي ذكرتها الكارنتينا وباب المعظم. انا اتذكر انا كنت ساكن، يعني انا ساكن بالجادريه. نعم. وقت اللي كنت بالكليه انا ساكن بالجادريه، بس ما لحق اروح من الوزيريه للجادريه وارجع بساعه ونص، ما اقدر، فابقى وانا كمقرر قسم لازم ما اطلع. اي فهاني يعني كنا نقعد بهاي الكازينو هاي الساعه ونص ونرجع بس. زين، علاقتك بالطلبه اللي كانوا يعني يتميزون، حضرتك يعني ميزوك بالمحبه وحبهم دائما كان يعني يحبون يعني حضرتك؟ والله كثير، اكثرهم، اكثر الطلبه سواء كانوا بالصباحي وبالمسائي. يعني اكو كانت هاي العلاقه كلش قويه. والله علاقه يعني كلش قويه، بس بالصف لا غير شيء. بس بالساحه اي، بس أكيد. بالصف لا. نعم. انت كطالب بالصف طالب، بالساحه لا. يعني كانت كلش محبه بيني وبينهم لحد الان. انا استذكر ولحد الان الناس قسم عندهم مرات يعني خريجين الثمانينات، يعني صار 30 40 سنه ما شافوا، مرات هم يتذكرون يعني ما يعرفون اكيد، بس هم يجون يعني يحكون وياي يقول لي ما تتذكرني دكتور انت درستني بفلان سنه وفلان، بعدين اتذكر ارجع فلان اتذكر. اكيد. زملائك يتحدثون عنك بانك شخصيه اجتماعيه تتميز بالكرم وحسن الضيافه. كلش كلش أنا كلش يعني هذا كلام منقول من احد الزملاء. انا اخوان اساتذتي بالقسم يعني مرات من اشوفهم رايجين او شغلات هاي، مرات ما يلحون علي وين الكبه وين الكبه، يابا اسوي كبه اعزمهم من البيت، كبه كانت حلو. او فاكهه وهذا كلهم اجيبهم اساتذه يتغدون يمي او يتعشون يمي. اكيد. حضرتك انت متقاعد، شنو اللي حضرتك تقوم به اثناء يومك؟ والله العظيم فترة التقاعد يعني مثل يقولون فترة حزينة. يعني التهي، يعني اجرب من المكتبة كتاب الفلاني او كتاب الفلاني، اتلهي في الساعة ساعتين اقرا. صح. وما يعني هاي شغلة البيت مرات اطلع اقضيهم كم شغلة مال البيت وارجع وهاي. بس هسه الحمد لله والشكر بالايام القليلة انه انا يجوز اروح ادرس بجامعه الاسرائيلي في ساحه الاندلس. نعم. يعني رادوني وبديت السي في، فشافوا السي في قالوا احنا نريدك، فخلال هاي الفتره القصيره بالتوفيق ان شاء الله راح اصير هناك ان شاء الله. ما هو برستيج الدكتور متي؟ والله البرستيج مالتي هذا اللي شفتيه يعني انا انسان اجتماعي، احب الناس، احب ان اكون دائما قريب عليهم. يعني هسه أنا مو طلعت تقاعد، صار لي سنة على تقاعد. نعم.
بس احن للكليه، يعني بين فتره وفتره اروح للكليه، اروح اشوف زملائي، زين. اشوف طلابي اللي صاروا اساتذه بالقسم، اقعد يمهم في الساعه ساعتين اشرب قهوه او اطلع. هذا يومك اللي انت حضرتك معتاد يومي. عليه؟ هذا يومي، اقعد بالبيت اقرا، يعني اقرا، ما اقعد صافي، نعم. اقرا، واذا يجوني ضيوف، هاي مرات يجوني ضيوف هذا. نعم. نعم. زين دكتور، عدد من المدرسين المسيحيين في الكلية بشكل عام وقسم السينما والتلفزيون بشكل يعني كان كبير ومتميز، يعني برأيك ليش؟ أنا أقول لك، احنا بقسمنا كان عندنا 3 أساتذة مسيحيين. نعم. أنا ودكتور نجيب ودكتور مفيد. مفيد سوري بس مسيحي. مسيحي. هذه عليها فد طرفة. فاليوم قبل ما يصير العيد مالتنا بيوم، أنا قاعد جنب رئيس القسم ودكتور مفيد قاعد ودكتور طه حسن قاعد. فدا اقول له رئيس قسم، قلت له ترى باكر ما اجي ولا عقبه ولا عقبه. قال لي ويش؟ قلت له يا باكر عيد المسيحيين هذا. قال لي ها. فدكتور مفيد قاعد، قال له انا من ما اجي. فالدكتور طه قال انت ويش؟ انت ومالتك؟ قال له انا مسيحي. 16 سنه بالقسم دكتور مفيد وما يدرون به هو مسيحي. هو مسيحي. ما يدرون به هو مسيحي. شوفي شلون كانت العلاقات قبل، يعني هاي الفتره. دكتور، اللي حضرتك علاقة بينك وبين صباح الموسوي، شنو العلاقة اللي كانت تربطك به صباح الموسوي؟ صباح الموسوي زميلي واكثر من اخ، واشتغلنا سوا ودرسنا سوا، وكان رئيس قسم، وانا عملت وياه اكثر من، يعني تقريبا من كان رئيس قسم مرتين صار رئيس قسم، اكثر من 8-9 سنوات هو. نعم. وكان جيراني، كنا نروح ونجي سوا بسيارتي. نعم. اوديه واجيبه، يعني ما كان عنده سياره هو. فدكتور صباح في يوم من الايام كان رئيس قسمنا الدكتور جبار العبيدي. جبار العبيدي هسه بامريكا، دارس باحدى الجامعات بامريكا. بال91 اجى علي، انا شلون تعرفت على الدكتور صباح هسه اقول لك. اجاني الدكتور جبار العبيدي رئيس قسم، انا مقرر. قال لي دكتور اكو هذا يريد ينقل خدماته من السينما والمسرح علينا. تعرفه؟ قريت اسمه صباح مهدي علي الموسوي. قلت له والله ما اعرفه. قال لي هذا موظف بالسينما والمسرح وجايب جديد من بولونيا، جايب دكتوراه من بولونيا. وقلت له احنا محتاجين، احنا كنا 8-9 اساتذه بالقسم، قلت له احنا محتاجين، خلينا نجيبه. فجبناه بال91، دخل خدماته اجى يمنا بال91 ولحد الان علاقتك انا وياه اصدقاء، الباقي كنا سوا. ما شاء الله، تحياتنا لك. دكتور، يمكن ان يعني حضرتك ان تسمي لنا عدد من الطلبه المتميزين في القسم، وحاليا هم يعني تحولوا الى اسمائهم مهنه فنيه. اول واحد حسن قاسم. دكتور حسن قاسم، تحياتنا لك. حسن قاسم. حسن مملكه، مو مخرج صار؟ مخرج، نعم. زين. اكيد. كان لكم مصورين هوايه، محمد شرهان، ما محمد شرهان وين صاروا ما اعرف. والله بعد منه محمد سلام. محمد سلام صار شو اسمه. نعم. بالهذا بالامناء. وعندنا دكتور ماهر مجيد هسه استاذ بالقسم ويكتب روايات. ودكتور نجيب هسه دكتور صار. يعني هوايه اكو والله. هذه يعني النسيان تاخذني هاي شغله النسيان، هوايه عندنا اساتذه بالقسم. نعم. اي نعم. شنو حضرتك برايك شنو اللي ينقص الدراما العراقيه؟ اللي تتفق بموازاه الدراما العربيه؟ العراقيه احنا نقول مطربه الحي لا تطرب، لا تطرب. احنا لو نرجع للدراما مال الثمانينات كانت دراما، كان كتاب، يعني يعني لو نحصي المسلسلات والافلام اللي قدمت فتره الثمانينات لحد الان نستذكرها. يعني مثلا نسر على المدينه، شو اسمه، جرف الملح، فتاة في العشرين، الهاجس. كانوا كتاب دراما، يعني يكتبون دراما من كتابة صدق. حقيقية. هسه عندنا كتاب دراما بس لكن ما ياخذون الحالات الاجتماعية اللي احنا نعيشها. أنا أعتب على كاتب دراما يستوردنا قصة ما موجودة في مجتمعنا ويجي يخليها في مجتمعنا. أنت أدرس المشاكل اللي موجودة باجتماعنا واكتب عليها حتى احنا نعرف انه هذه مشكلتنا اللي شلون نحلها. نعم. وثانيا يعني احنا ليش يعني هذول المخرجين مالتنا كلهم قاعدين ليش؟ شنو يعني
مو مخرجين، مو احنا طاحي لعدم مخرجين يعني، اشتغلوا دراما واشتغلوا افلام، ليش متمسكين بالعرب؟ لو سوري، لو لبناني، لو اردني، لو اماراتي، لو ما ادري شنو. وثانيا يعني حتى الممثلين، حتى الفنيين الموجودين، احنا عندنا فنيين، عندنا مصورين، عندنا مخرجين، ليش ما نستعين بهم؟ بس هو اللي كاتب السيناريو من ينطيها المخرج الفلاني، ليش انت ما عندك مخرجين عراقيين مثق بيهم؟ هذا السيناريو مالتي انطيه المخرج عراقي، هذا المخرج يشتغل، ليش انطيه سوري؟ ليش انطيه لبناني؟ صح. فهي هذه والدراما مالتنا همينا الله يسلمها، يعني هاي اللي طلعت برمضان. دكتور حضرتك كلها دم، قنابل ودم كلها، ما عندنا يعني ليش الدراما الحقيقيه الاجتماعيه. وثانيا يصعدون ذن الممثلات الجدد ماكو، ودا يزيحون ذن الممثلين الرواة الموجودين، لا شغل ولا عمل، مخرجينا قاعدين وممثلينا قاعدين ويستعينون بالروة والدورة، حتى التصوير مالتهم دا يصير برا. نعم. أكيد. الدكتور الكلية يعني تذكرك بمواقف يعني دائما تبقى بالأذهان حضرتك؟ والله أنا طبيت كلية الفنون الجميلة سنة 74 75. أنا 74 75 طالب صف أول. خرجت ب 79 قلت لك صارت العسكرية. كليتنا كانت أمنا الثانية، ما كان نطلع من عندها، كنا نبات بيها. يعني كلية فنون جميلة مو بالوزارية، وين السفارة التركية؟ احنا قسم الداخلي مالتنا ورا الكلية. نعم. كنا نبقى للساعة 12 بالوحدة بالليل بالكلية، يلا نروح للقسم الداخلي. والله يذكره بالخير كان حميد محمد جواد، وبوقتها يشتغل الاخ مكارازوف مال المسرحية هاي الروسية، ومخلي تابوت بالساحة، وهذا يومين نروح نقعد يما نسوي بروفات ويا الطلاب، ونجيب ويانا شغلات للنجوع. هو كان عنده واحد وين يجيب فاصوليا هاي لوبيا وطماطة وبصل ويسلقوها وياكلون بالليل ويا البروفات. هاي واحدة من الاشياء اللي تحب حضرتك تتذكرها دائما. واتذكر استاذ اسعد عبد الرزاق رحمه الله عليه بالحرب العراقيه الايرانيه، اتذكر مره اجت للكليه كان قصف تدرين طائرات وما طائرات، فكان مخلي قلاع حميد محمد جواد على هاي المسرحيه، فطلع الله يرحمه استاذ اسعد قال له راح تهجم بيتنا، هاي شنو على بالهم عندنا صواريخنا انا شيل هذا اللي من انا، جابوا كرين شالوها خافوا من يعني الطائرات وهاي لا تنقصف. وكان عندنا احنا اصدقاء من الاساتذه كنا، يعني اصدقائنا يعني اساتذه كانوا اصدقائنا، يعني عبد المرشد الزيدي، استاذ ابراهيم جلال، جعفر السعدي. انت سبقتني بالاسماء، انا ردت يعني اقول لك الاسماء اللي حضرتك والله العظيم كانوا اكثر من اولياء امورنا. صح. ابراهيم الخطيب الله يرحمه كلهم توفوا وراحوا، واحنا قد كنا بالصف مو مثل هسه صف 40 50 طالب كل صف، احنا كنا 9 طلاب، صف واحد 9 طلاب، 7 طلاب وبنات 2 بس، هذا الصف كان. ولهذا ليش صار براسنا خير؟ لان كثافه كانت علينا، مو مثل 40 طالب اذا تدخلهم بالاستوديو تعطيهم درس عملي ما تلحق الساعتين، زمان كل واحد يوصل له سره حتى يسوي الواجب العملي اللي هو منطيه الاستاذ. قبل كنا لا قليلين، كنا مسيطرين على الوقت وعلى الزمن، وكنا متحمسين على الدراسه. ولهذا اكثر الناس اللي من دورتي كلهم دكاتره صاروا، يعني سعد عبد الجبار الله يرحمه، شو اسمه هذا اللي توفى ممثل فارس مادي من دورتي بالماجستير، دكتور فارس مادي كان مره صار مدير التلفزيون هنا. نعم. اي هوايه. نعم. حضرتك انت تتابع الدراما، يعني تتخيل انه مستقبل الدراما يكون افضل؟ والله العظيم الدراما ينراد لها اولا، شوف اقول لك شغله الانتاج ينراد لها فلوس. شغله الانتاج ينراد لها فلوس، اذا ماكو دعم للدراما العراقيه، دعم من الدوله، حتى الكاتب يكتب، حتى المخرج يخرج. انا في اليوم سالت شو اسمه فارس، استاذ فارس طعمه، قلت له فارس ليش قاعد؟ قال لي شو ماكو، قال لي ما عندهم فلوس ليش اشتغل؟ صح والله. يقول ليش اشتغل؟ ماكو فلوس. يعني هي قضيه دعم من الدوله. نعم. الدراما حتى شويه تمشي.
نعم. هناك الكثير من المسيحيين غادروا العراق، وخصوصا يعني أولادك يمكن أتصور هاجروا. بس واحد عندي، بس أنت حضرتك ما هاجرت، شنو السبب؟ أنا وبناتي موجودين وزوجتي موجودين، بس ابني بس ابني سافر. ما فكرت أنه تهاجر يعني؟ أنا ما فكرت بالهجرة أبد نهائيا، أنا ما أعرف العراق. نعم. دكتور، فكرتك بتوثيق مسيرتك الفنية والعلمية يعني هل دونتها حضرتك بكتاب العفو بسيط يسلط الضوء عليه؟ والله العظيم لحد الآن دا أقول لك ما أكذب عليك، كل شيء مكاتب بس كلها موجودة هنا، كلها موجودة. أنا إذا أكتب يعني خلال فترة هاي 40 سنة أسوي كتاب الكورة، يعني قصص ووقائع ودراسة وكلية وخارج الكلية وعسكرية، تصير ايش شكل الكتاب، بس مالي خلقه. ان شاء الله. احنا نتمنى لك الموفقية، وشكرا لحضرتك ووجودك في برنامج برستيج. تسلمين وشكرا جزيلا، والقائمين على هذا البرنامج من الاخوة العاملين والمخرج وحضرتك. شكرا لك. ويانا مرحبا بكم. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، شكرا لحسن المتابعة، نلتقيكم في حلقات أخرى، إلى اللقاء.